السلام عليكم. اليوم غنوجد معكم عصير ديال القرعه الحمراء، عصير اللي ضروري ما تحضروه لوليداتكم حيت غني بمجموعه من الفوائد الصحيه لينا ولوليداتنا. في هذا العصير غادي نحتاجوا الربعه ديال القرعه الحمراء اللي سلقتها من قبل، وجوج خيزويات حجم ديالهم متوسط اللي حتى هما قطعناهم وسلقناهم من قبل. باش نحافظوا على الفوائد ديال القرعه وخيزو وهما كيتسلقوا، غادي نديروا الماء حتى يسخن، عاد غادي نديروا فيه القرعه ديالنا وخيزو ديالنا ونحتفظوا بداك الماء. غادي نضيفوا لهم معلقه كبيره ديال العسل اللي تقدروا تعوضوها بالبنان حسب الذوق ديالكم وشحال كتبغيو ديال الحلاوه في العصائر. ضفت لهم علبه ديال الياغورت بنكهه ديال الفاني، وضفت لهم كاس كبير ديال عصير البرتقال على حسب الكميه اللي درتو. غادي نسدوا الهاشوار ديالنا ولا الخلاط الكهربائي، وتقدروا تستعملوا حتى الميكسور. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يتجانسينا الخليط. مورا ما خلطنا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، غادي نضيف لهم الماء اللي سلقنا فيه القرعه وخيزو من قبل، تقريبا كاس صغير، ونعاود نخلط هاد المكونات مزيان. وهكا العصير ديالنا كيكون وجد، كيجي كريمي والمذاق ديالو رائع. حتى واحد من وليداتكم ما غيعرف انه متكون من القرعه الحمراء والجزر. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك، كومونتير زوين، تشاركوه مع الناس اللي كتبغيو، وتشتركوا في القناه. وبصحه وراحه.